اللزوم من صفوف نيس. فيما عجز فريق ليل حامل اللقب عن الاستمرار في السباق على صدارة الدوري الفرنسي بعد تعادله مع مضيفه بوردو بهدف لكل منهما. فعلى ملعب شابان دالماس وأمام 23,000 متفرج حصل بوردو على ضربة جزاء في الدقيقة 8 ترجمها الأخير في شباك الحارس ميكايل لاندرو إلى هدف التقدم. وانتظر ليل حتى الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57 ليدرك التعادل من خلال تسديدة البلجيكي أدين هازار مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم. بهذا التعادل احتل ليل المركز السادس ب12 نقطة بينما جاء بوردو في المركز الثالث عشر ب7 نقاط فقط. جدول ترتيب الدوري الفرنسي جاء كالتالي بعد الأسبوع السابع. مونبلييه في المركز الأول ب 16 نقطة، رين في المركز الثاني ب 14 نقطة وتساوي مع ليون في المركز الثالث، باريس سان جيرمان في المركز الرابع ب 14 نقطة. واتي في المركز الأخير وقبل الأخير فالنسيا في المركز السادس عشر ب5 نقاط، مارسيليا في المركز الخامس عشر ب6 نقاط، وإيفيان في المركز الرابع عشر ب7 نقاط. ده ترتيب الدوري الفرنسي بعد الاسبوع السابع. كان ليون كابتن خالد اول مباراه بيخسر فيها ليون، كان ممكن يكون فيها طبعا في المركز الاول لكن خسرته واصبح ليون في المركز الثالث. والله طبعا برضه ليون عليه علامه استفهام، يعني انت عارف المفاجاه السنه دي في الدوري الفرنسي هو مونبلييه مع جيرارد المدرب الحالي. يعني فرقه منظمه جدا عندها امكانيات كويسه جدا. اعتقد طبعا المفاجاه موجوده في ليون بيأدي بشكل سيء، مش هو الفريق اللي بيلعب على دوري ابطال اوروبا او بيلعب على الدوري الفرنسي، واحد المرشحين الكبار جدا، ودي كانت طبعا من النقاط السلبيه اللي موجوده في الاسابيع الاولى للدوري الفرنسي. النقطه الثانيه طبعا هي في 3 انديه في حاله استغراب كتير كل الجماهير الفرنسيه عليهم. اولا مارسيليا مع ديدي شامب، فريق في المركز 15. نعم. يعني مش طبيعه مارسيليا. لابروني رئيس النادي قال لك ان ده كان الموسم، فهو بيعتقد ان ده الموسم الحالي هو اللي ممكن يحقق فيه مارسيليا الدوري الفرنسي، وطبعا اصر على بقاء ديدي شامب مدير فني حتى الان. بس انت بتتكلم على فريق عمل فوز واحد بس فقط لا غير في كل المباريات السابقه، ودي طبعا كانت مؤديه الى ضغوط عصبيه كبيره جدا على ديدي شامب. حاول طبعا انه يتعامل معاه بشكل جدي، ولكن طبعا الفوز اللي عمله بالامس ممكن يخلي ديدي شامب يكمل مع فريق مارسيليا. الفريق الثاني ليل مع جارسيا السنه اللي فاتت اذهل كل اوروبا بلاعب كبير اسمه ايدن هازارد، احد هدافين اوروبا اللي كان بيسعى عليه كل انديه اوروبا هذا الموسم. صحيح. طبعا كان بيأدي بشكل ممتاز وكان احد هدافين الدوري، ويمكن كمان كان منافس خطر جدا الموسم الماضي فريق ليل. هذا الموسم بيعاني في المركز الثامن او السابع. اعتقد ان دي برضو كان علامه استفهام على جارسيا والفرق اللي ما قدرش وما تكملش وما عندهاش الطموح الكبير. برضو بوردو بعد ما تركوا لوران بلان وانتقل الى المنتخب الفرنسي حتى الان لم يجد المدير الفني اللي يقدر يوصله او يرجعه تاني للمراكز المقدمه، ودي كلها جت في صالح فريق زي مونبليير مفاجاه الدوري الفرنسي هذا الموسم، وكمان رين. انت شايف رين من انديه وسط جدول او من انديه مؤخره الى المركز الثاني. صحيح احنا في الاسبوع السابع في الدوري الفرنسي في الوقت الحالي، بس في النهايه في برضه انديه بدات تحط رجليها وتستفيد من اخطاء او حاله عدم الانسجام والاخطاء الكثيره جدا اللي موجوده عند ليل وعند بوردو وعند مارسي وحتى عند باريس سان جيرمان اللي بدا يستعيد توازنه مع كرومبول هو المدير الفني، وكمان باستوري بدا ينسجم ومينيز بدا ينسجم، فبدا تظهر خطوره فريق باريس سان جيرمان. نعم. باريس سان جيرمان كابتن خالد يعني شفنا ضم كتير من العديد من اللاعبين، فاز 2-1 حتى على نيس بعد فوزه على استاد بريست. واضح ان هو بيتاقلم مره اخرى مع الدوري الفرنسي وبخطوه خطوه واضح ان هو بيقترب من القمه للدوري الفرنسي. هو طبعا كان في 5 مباريات، كان مدين المدرب بتاعهم 5 مباريات بس، يعني عشان لو حقق نتائج سيئه كان المرشح والبديل هو كارلو انشيلوتي، لانه لصداقته بليوناردو، لانه تعامل معاه عندما كان اداري في نادي الميلان، وطبعا الاداره القطريه محتاجه زي لاعب مدير فني زي كارلو انشيلوتي. اعتقد ان المباراه دي شاطر 3 ضربات جزاء، والثلاث ضربات جزاء الهدفين ضربات ومنهم باستوري كان الهدف الثاني ليه في الدوري الفرنسي. واعتقد ان باستوري برضو الصفقه بتاعته ب 40 مليون يورو اضافه كبيره جدا لباريس سان جيرمان، وهيطور من شكل الاداء الهجومي بالنسبه لباريس سان جيرمان. نعم. هديك احصائيه بسيطه كمان على الدوري الفرنسي.
طالما بنتكلم على الاحصائيات، معدل الفوز الداخلي بالنسبه للدوري الفرنسي 37%، معدل الفوز الخارجي 26%، معدل الفوز الخارجي 26%، التعادل في البطوله 37%. واضح ان التعادلات كتيره جدا، ويمكن اوسير هو اكثر الانديه تعادلات، عامل 5 تعادلات حتى الان، وده رقم غريب كمان على اوسير من انديه وسط الجدول. معدل التهديف في البطوله 5.2.5 هدف في كل مباراه. داخل بيعملوا هدف و1.4، خارج 1.19، يعني داخل الملعب وخارج الملعب. 33% من عدد المباريات فوق ال 2.5 هدف، و37% فوق ال 2.5 هدف، والباقي كلهم 1 هدف او 1.5 هدف. اعلى خط هجوم هو رين، ودي مفاجاه كبيره جدا، مع مونبلير كمان كمفاجاه للدوري الفرنسي. سوشو كفرقه ممتازه كوسط جدول. الليل بايدن هازارد اللي الوحيد اللي بيترجم اهداف فريق الليل اللي احرز اهداف. وتولوز كمان كوسط جدول. اقوى خط دفاع لوريان ومونبلير، يعني انت تشوف مونبلير كاقوى خط هجوم وثاني اقوى خط دفاع، وده دليل على قوه تنظيم فريق مونبلير هذا الموسم. ليون طبعا عنده خط دفاع قوي جدا، ولكن تنقصه حته احراز الاهداف فقط لا غير، وهيحاول يحلها مدربهم. تولوز وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بدا يخش كمان كقوه خط دفاع بعد ان استفاد من بعض الاستقطابات اللي عملها هذا الموسم مع الاداره القطريه. نعم. الدوري الهولندي وفعاليات الاسبوع الخامس، نشاهد تقرير عن هذا الدوري ونعود مره اخرى. اقتنص فريق تيفينيتي أنشيدا صدارة جدول ترتيب دوري القدم الهولندي، وذلك بعد تحقيقه الفوز الخامس له في الموسم الحالي، متغلبا على ضيفه أدون دونهاج ب5 أهداف لهدفين في المرحلة السادسة. فريق أدون دونهاج افتتحوا التسجيل في الدقيقة 14 بضربة جزاء سددها أليكس إيمارس محرزا هدف التقدم، إلا أن ذلك الهدف أغضب لاعبي تيفينيتي الذين راحوا ليسجلوا 3 أهداف متتالية. بدأت في الدقيقة 16 بهدف التعادل بتوقيع النمساوي مارك، ثم جاء هدف التقدم في الدقيقة 56 من خلال البرازيلي دوغلاس فرانكو. أما الهدف الثالث لأصحاب الأرض فتكفل به لوك دي يونغ في الدقيقة 72، ثم عاد الضيوف ليقلصوا الفارق إلى هدف بتسجيل جون فيرهوك الهدف الثاني لهم في الدقيقة 77. لكن فرحة لاعبي أدون دونهاج لم تدم سوى ثواني حينما زاد اللاعب أمير بيرمي من الفارق إلى هدفين، واختتم لوك دي يونغ خماسية تيفينيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. الفوز رفع رصيد تيفينيتي إلى 15 نقطة في المركز الأول، بينما جاء أدون دونهاج في المركز السادس عشر ب4 نقاط. كما حقق فريق فينورد فوزا ساحقا وتغلب على ضيفه دي جراف جاب برباعية نظيفة ضمن المرحلة السادسة. بدأ مهرجان الأهداف عن طريق اللاعب شاكين، وذلك في الدقيقة 47 محرزا هدف التقدم. وشهدت الدقيقة 58 طرد فاندي بافاريت لاعب دي جراف جاب ليضع فريقه في مأزق، وبعدها بدقيقة واحدة فقط ضاعف اللاعب جوديتي من تقدم فينورد محرزا الهدف الثاني. أما الدقيقة 67 فزاد خلالها اللاعب كيلفن من غلة فريقه بهدف ثالث. فرنانديز اختتم أهداف فينور بهدف الرابع قبل نهاية المباراة ب10 دقائق لينهي على آمال الفرق المنافسة تماما. بتلك النتيجة رفع فينورد عدد نقاطه إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أياكس صاحب المركز الثالث. وفي قمة الأسبوع السادس حسم التعادل الإيجابي بهدفين نتيجة مباراة فريقي بي اس في ايندهوفن وغريمه التقليدي ايكس امستردام في مباراة حضرها 35,000 مشجع. سخونة المباراة كانت واضحة منذ البداية حينما سجل اللاعب ماتافز هدف التقدم لايندهوفن، وذلك بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة ليربك من حسابات الفريق المنافس.
إلا أن لاعبي أياكس أبوا أن يخرجوا من الشوط الأول بتلك النتيجة ليحرز سيغورسون هدف التعادل، وذلك في الدقيقة الأخيرة. وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء تقدم فريق أيندهوفن بفضل الأداء الرائع للاعب ويجنالدوم، وقبل نهاية المباراة ب10 دقائق اقتنص باكن نقطة التعادل، وذلك بعدما أحرز الهدف الثاني لأياكس. التعادل رفع رصيد أياكس إلى 14 نقطة في المركز الثالث، كما وصل عدد نقاط أيندهوفن إلى 11 نقطة في المركز الخامس. بعد أن شاهدنا أبرز مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الهولندي، نشاهد جدول الترتيب العام. تيفنتي في المركز الأول برصيد 15 نقطة، ايزد الكرمار في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، اياكس أمستردام في المركز الثالث ب 14 نقطة، فاينورد روتردام في المركز الرابع ب 14 نقطة، بي اس في ايندهوفن في المركز الخامس ب 11 نقطة. طبعا هيجي الترتيب على التالي. كابتن خالد، يمكن دي أعظم الفرق أو أهم الفرق اللي أول تراخت في المركز الثامن كابتن خالد 9 نقاط، دي أهم الفرق اللي بتتابعها يعني الناس في مصر. يمكن ايندهوفن في المركز الخامس كابتن خالد، تعادل ايجابي بين اياكس وبين ايندهوفن 2-2 والله طبعا هي مباراة قمة، مباراة بيقول عليها مباراة كلاسيكو او ديربي بالنسبة للكرة الهولندية، اذا كان ايندهوفن مع فريق اياكس. فرانك ديبور حتى الان عامل كتيبة من الشباب ممتازين، عنده ستيجرسون لاعب ممتاز جدا كهداف، بس يمكن المشكلة الوحيدة الموجودة عند فريق اياكس هي الاستمراريه في الفوز والاستمراريه في الانتصارات. طبعا رجع الجدول تاني مره ثانيه لتيفنتي بطل الموسم الماضي، وكمان زيد الكمار اللي بقى له اكثر من 6-7 سنين، اعتقد ان هو من المؤثرين في الدوري الهولندي، ودي يعني كلها مأثره ومصعبه المأموريه على فاينورد بمدير الفني رونالد كومان، وكمان ايندهوفن كمدير فني اللي هو روتا. يعني اعتقد المنافسه تبقى شرسه على فريق اياكس هذا الموسم فرانك ديبور، نفس الموضوع كمان على ايندهوفن ومع فاينورد، لان طبعا الكمار بيمتلك خط هجوم قوي جدا، نفس الموضوع كمان لتيفنتي من اقوى خطوط الهجوم الموجوده في الدوري الهولندي. نعم. دي طبعا شفنا الاهداف وشفنا مباراه الاسبوع الخامس من الدوري الهولندي، وكانت اهم مباراه هي مباراه بي اس في ايندهوفن مع اياكس امستردام بهدفين والتعادل بهدفين لكل منهما. سنتابع اخبار الدوري الايطالي وايضا الدوري الاسباني، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.